بص يا صاحبي، لما نيجي عند اي لعبه رعب فلازم يعني نجيب اللي ما بيخافش، واضح. نجيب اللي عمره ما خاف من حاجه، واضح. نجيب واضح. تقريبا نكبرها قوي يعني. معانا يا جدعان لعبه فيف النام. اللعبه دي طبعا لها جمهورها ولها شعبيتها. اللعبه دي عباره عن ان احنا نبقى محبوسين في بيت، احنا وحاجه اللي هي الحاجه محمد العسل ديت. المفروض ان احنا نطلع من البيت ده بسلام. ادعوا لنا بس يا رب. بس ايه فين الحاجة دي؟ خد يا اسطى، يا اسطى ما تسيبنيش يا اسطى لوحدي يا اسطى، خد يلا. كنت متوقع يعني بس السلاح كله ما بياكلش معانا. يا حاج انا جاي لك، اجري يلا اوعي يلا، انا هطلع بره البيت ده، مش انا اللي اتحبس في اوضه وصاله ومطبخ وحمام. اطلع بس كده اوعى بس كده. والله انا ما عارف رايح فين، بس الباب ده مقفول، ده مقفول. فين الباب يا وليه؟ ده الحمام. استغفر الله، ما ينفعش استغفر الله في الحمام، نطلع بقى. اعوذ بك من الخبث والخبائث. بقى انا على اخر الزمن اخش حمام ليه؟ اخش حمام ليه يعني؟ اخش ده فعلا نخش الحمام ما فيهاش حاجه يعني. طب ده المدينه ممكن تطلع لنا. يا ظالم لك يوم مش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ده؟ يا بنت الغدارة. كتاب دي كلها كتب. كتاب حياتي يا عيني يما. طلعوني دخلوني أرجوكم بلاش تاكلوني. شفت نزلت من تحت الترابيزة ازاي؟ طب انت حضرتك من زواحف ولا سحلية ولا ايه دنيتك يعني؟ ايه ده؟ دي انت بتتعرض عليا، دي اسمها تقتل قتيل وتمشي في جنازته؟ اي ده بتردم عليا. اي يا بنت الوطين. صاحبي مش انا اللي نعمل فيا كل مرة تشقى بس يعني. اي مرة اي مرة لا. هو احنا المفروض هنا بيقول لك تقريبا في سلم بنطلع منه. تعالى ده فينا دم، تعالى نمشي ورا الدم. بعدين لقينا بقى يا دين امي انا اللي طلعني من اوضتي. انا اللي استاهل، انا اللي طلعني من اوضتي. والله انا اللي استاهل، انا اللي طلعني. انت جايه؟ البيت صغير يا جدعان. طبعا ده ما حدش يقول لي انت كنت بتقول مش هتخاف الحمام، لا ماله الحمام. حاجه اقفل تاني. بعد اذنك هولا هذا الثاني ابن يا حاجه، هو انت مستقصداني ولا حاجه؟ في حد قالك؟ استغفر الله يا جدع. بص اهي فوق اهي، بص يلا تعالى جري، تعالى ايوه تعالى مش عايز غير كده. فأخشى أنهم فهم لا يبصرون. رب تشوفنا يا رب ربنا. يعني فوق جاية صح؟ أول مرة والله يكون حظي حلو، ما شافتنيش الحمد لله. انت ما شافتنيش والله.
ايه الهبل ده؟ يعدي 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 اي حاجة احنا. هي دي انا ما فاتت، ما هي قفشنا في المكان ده كده. نجيب بقى المقشة وننزل تحت. المكان ده فين انا مش فاكر. بص يا حاج انا مبحبش الزعل. والله العظيم يا جدعان ما نلعبها تاني كفايه. خلاص يا جدعان 28 دقيقة بلعب اللعبة دي وما فلحتش فيها، كفاية. استنى الجزء التاني واحنا بنختمها ان شاء الله، بس هكون بقى عرفت عنها معلومات كتير، وكده كده انا والحاج بين جيراني يعني فاهم، فمش هتفرق. طبعا كان معاكم اخوكم محمد من قناة زلزال، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع النهارده، وما تنساش فولو لايك وفعل الجرس. ولو عايزين نلعب اي لعبة تانية طبعا في الكومنتات مسموح اي حاجة، تمام. و عليكم.